رموز تبشرك بالغنى والثراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من الرموز المهمة التي تبشرك بالثراء أن ترى أحد من الأموات، سواء تعرفه أو متعرفهوش، سواء الجد أو الجدة أو أي شخص غريب عنك، وتكون عايز تحقق الغنى والثراء، ودي أمنية عندك. فأنت بتشوف في المنام أو الرؤية إن في شخص بيديك حاجة في المنام، زي السمك، السمنة، الألبان بجميع أنواعها، الجبنة، قشطة، الحاجات دي. أو قال لك الشخص المتوفي ده أنت سوف تصبح غني، سواء الجد أو الجدة أو الشخص الغريب ده. ومش شرط يكون الجد والجدة أموات، لو هم عايشين وادوك حاجة برضو في المنام، فده معناه بشر لك بقدوم خير وأموال كثيرة لك، لأن الجد والجدة ده جدك وسعيك في الحياة، فلو كانوا أحياء فدي بشر لك بقدوم خير إن شاء الله، ولو كانوا أموات فدي برضو بشر لك بقدوم خير. ولو قالوا لك كمان زيادة تأكيد إنك ستصبح غني، فسوف تصبح غني بإذن الله، لأنهم في دار الحق ولا يقولوا غير الحق، وكلامهم حق. والرمز الثاني من الرموز التي تبشرك بالغناء والأموال القادمة إليك هو رمز نطق الجماد أو الحيوان. يعني لو شفت جماد بيتكلم وبيقول لك أنت سوف تصبح غني، الجماد ده هو عبارة عن أشجار، نبات، أي شيء جماد، أو حيوان مثل الحمار، الكلب، القط. لو سمعته بيكلمك وبيقول لك سوف تصبح غني، فده بشر ليك بقدوم مال قادم إليك بإذن الله. ومن الرموز الأخرى المبشرة لك بالغناء والثراء إن شاء الله بإذن الله كلام الطفل في المهد. لو سمعت طفل بيقول لك أنت ستصبح غني، فده بشرة لك بالغناء والثراء بإذن الله. والرمز الثالث اللي بيبشرك بأنك سوف تكون من الأثرياء أو الأغنياء بإذن الله هو الطيران من سطح إلى سطح، أو من بلد إلى بلد، أو من مكان إلى مكان. وكل ما كان الطيران لك أكتر وإنت سعيد ومبسوط، فده معناه قدوم أموال قادمة إليك أو ثراء بإذن الله. والرمز الرابع من الثراء، من رموز الثراء والغنى في المنام، إنك تشوف بنت أو سيدة أو امرأة جميلة قادمة إليك، أو بتحضنك أو بتبوسك، ده معناه قدوم خير لك، سواء كانت سيدة أو بنت صغيرة، فده معناه قدوم خير قادم إليك بإذن الله وثراء. والرمز الخامس الدل على الثراء والغناء، إنك تشوف نفسك بتدعي بأدعية الرزق في المنام، فده بشرة لتحقيق أمنياتك المالية اللي انت نفسك تحققها يعني من الأموال. والرمز السادس والأخير هو جمع التمر والبلح في المنام، دول رؤيتهم خير عظيم جدا، وسوف ترزق بأموال كثيرة ورزق قادم إليك بإذن الله، والله أعلى وأعلم. ما تنسوش حبايب الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.